ايه اللي بيحصل في ارسنال ده؟ انهيار تام مفاجئ، حاجه ما كناش متوقعينها خالص. بس انا جاي اقول لكم ان ارسنال على يوم 4 فبراير هيكون رجع تاني اول الدوري. استنى قبل ما تقفل وتقول الراجل ده جاي يهرتل، تعالوا نشوف انا بقول كده ليه. بالرغم من النتائج السيئه جدا جدا للفريق في الفتره اللي فاتت، ولكن كل الارقام بتقول ان ارسنال لسه يعتبر يا تاني يا اول احسن فريق في الدوري. في آخر 6 ماتشات في الدوري والكاس أرسنال كسب 1، اتعادل 1، وخسر 4. ولكن أرسنال كان الفريق الأحسن في كل الماتشات دي، يمكن باستثناء خسارته قدام فولم. ده أرسنال في الفترة دي لاعب ليفربول مرتين، وكان الفريق الأحسن في المرتين. بالذات في ماتش الكاس أرسنال كان أحسن من ليفربول في كل حاجة طول الماتش، وبالذات في الشوط الأول. أرسنال يا جماعة الشوط الأول ضيع فرص بجد ما تضيعش، وخلص الشوط ده محقق 1.3 أهداف متوقعة قدام فاصل واحد بس لليفربول. ولكن وهنا المشكلة، فجأة كل لعيبة أرسنال نسيوا ازاي يحطوا الكرة في الجول. زي ما احنا عارفين لما تضيع تلبس. كلام كتير ابتدى يبقى فيه لوم شوية على المدير الفني أرتيتا في النتائج السيئة للفريق، ولكن بصراحة ده أي كلام. هو الراجل يعني مش هينزل بنفسه يحط الكرة في الجون، الراجل شغلته يوصل الفريق للمناطق والفرص الخطرة ان هم يجيبوا جوان، وده الفريق بيعمله كويس جدا. والحاجة التانية انه يمنع المنافس من انه يشوط على الجون بتاعه، ودي برضو الحاجة اللي ارسنال بيعملها كويس جدا. ارسنال في اخر 3 ماتشات له عمل اداء هجومي كويس جدا، وحقق 6.5 أهداف متوقعة. المشكلة إن من ال6.5 دول أرسنال جاب جون واحد بس، وعلى الناحية التانية كمان ما خلاش المنافس غير إنه يحقق 2.5 أهداف متوقعة بس. المشكلة إن من ال2.5 دول أرسنال دخل فيه 6 جوان. أرسنال في آخر 7 ماتشات شاط 124 شوطة على الجول. لكن في مشكلتين بقى. أول مشكلة إن 35 منهم بس ما بين ال3 خشبات، والمشكلة الأكبر إن دخل منهم 5 تجوان بس. كل الأرقام دي بتقول إن أرسنال أحسن بكتير من النتائج اللي إحنا بنشوفها، وده معناه إن المستوى ده والنتائج دي مستحيل إنهم يستمروا، لأن مهاجمين أرسنال ما هماش فجأة بقى كلهم زي الزفت. أرسنال الموسم اللي فات كان عنده أحسن خط هجوم يمكن في العالم، الفريق الوحيد في العالم كله اللي كان عنده 4 لعيبة مسجلين 15 جون أو أكتر. الموسم ده وإحنا في نص الموسم ساكا لحد دلوقتي مسجل 6 جوان، أوديجارد مسجل 4، جابريل جيزوس ومارتينيلي الاتنين مسجلين جونين 2 بس. وده طبعا فرق كبير جدا من اللي كانوا بيعملوه الموسم اللي فات. غريب جدا ان اللعيبه دي كلها تبقى مش في الفورمه ومدونه في نفس الوقت، ولكن هو ده اللي حاصل. ولكن برضه ده مستحيل انه يستمر. طيب توقعي ده انا بنيته على ايه؟ الفريق دلوقتي عنده اجازه اسبوعين، هيروحوا الامارات يعملوا زي معسكر تدريبي، والمفروض يرجعوا منه ناسيين العك اللي فات ده. أرسنال هيرجع على 3 ماتشات لغاية يوم 4 فبراير. هيلاعب كريستال بالاس وبورنموث وليفربول يوم 4. أرسنال أنا بتوقع هيكسب ال3 ماتشات دول، أيوة، وبما فيهم ماتش ليفربول، لأن أرسنال في آخر ماتشين قدامهم كان الفريق الأحسن. ولو مهاجمين أرسنال عندهم بربع جنيه ذكاء كانوا خلصوا الماتش بدري بدري من كل الفرص اللي ضيعوها. فأكيد أكيد يعني ده مش هيتكرر لتالت مرة في آخر شهر ونص. طب ما حتى لو ارسنال كسب ليفربول المفروض يكون لسه اول الدوري. اقول لك ان ليفربول هم نفسهم غالبا نتائجهم هتنزل شويه الفتره اللي جايه. اولا غياب محمد صلاح زي ما شفنا في ماتشهم قدام ارسنال هيبقى مؤثر جدا على هجومهم. وثانيا الطريقه العشوائيه اللي كلوب بيلعب بيها من اول الموسم صعب جدا جدا يعني انها تستمر في النجاح الفتره اللي جايه، لانها من الاخر عشوائيه. هتقولي ان هم عملوا ماتش تاريخي قدام نيوكاسل، وايوه هو بجد ماتش تاريخي لانه اللي حصل فيه ده ما حصلش قبل كده. ليفربول في الماتش ده عمل 7.5 أهداف متوقعة، الحاجة اللي عمرها ما حصلت قبل كده في تاريخ الدوري. ده ليفربول نفسهم لما كسبوا بورنموث الموسم اللي فات 9-0 كان عن طريق 3.5 أهداف متوقعة بس. ليفربول هيلعب ماتشين قبل ما يلعب أرسنال، قدام بورنموث ماشي هيكسبوهم، والماتش التاني قدام تشيلسي. اتوقع ان ليفربول يا هيتعادل يا هيخسر الماتش ده، لان على قد ما ليفربول فريق عشوائي تشيلسي ملوك العشوائيه، وطريقه اللعب دي هتنفعهم جدا في الماتش. طيب وسيتي بقى، بصوا بقى على صياعه التوقع ده. سيتي كده كده عنده ماتش متأجل،
ومش هيلعب إلا يوم 5 فبراير. يعني أنا بتوقع إن أرسنال هيكون أول الدوري يوم 4 فبراير، ولكن هو لاعب ماتشين أكتر من مانشستر سيتي. وأشوفكم الحلقة الجاية.